لقجع 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 لقجع. واخا سيدي نمشيو لاتحاد العاصمه. اتحاد العاصمه سيدي الجمهور خرج قالوا لك سيدي حنا هما الضحيه. الفريق اتحاد العاصمه هو الضحيه، خرجتوا على الفريق. وفي أخبار كرة القدم الإفريقية، تكررت أزمة القمصان بين نادي اتحاد العاصمة الجزائري ونادي نهضة بركان في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي. فقد ألغيت مباراة إياب الدور النصف النهائي يوم أمس بعد أن رفض لاعب النادي الجزائري الدخول إلى أرضية الملعب البلدي في بركان، ودخل لاعب الفريق المحلي فقط بعد حوالي ربع ساعة على الموعد المقرر لانطلاق المباراة. ورفض النادي الجزائري اللعب احتجاجا على قمصان مضيفه التي تظهر عليها خريطة المغرب. هذا الحمد لله احنا كنا مستعدين باش نلعبوا كره، هما اللي يعني الا بغيت تقول دخلوا السياسه في الرياضه. دونك حنايا انتصرنا سور تابي فير، ولا بغى حنا موجودين، الا بغى باش مستعدين فوكما بغاو نعاودوا نلعبوا ما عندناش مشكل. اولا ثانيا بغيت نقول واحد الحاجه اللي مهمه، هذيك الخريطه اللي دوختهم خصهم يفهموا واحد الحاجه. حنا كي تحطت الطائره ديالنا في مطار هواري بوندين، يعني الحمد لله استقبلونا صراحه بالحليب التمر والورود. دزنا الشرطه الامان. كي اقتربنا من الجمارك تما بدات الحكايه، يعني بقاو يفتشوا في الامتعه ديالنا، كيبحثوا على واحد القميص. هما لو كانوا عرفوا، ويعني عرفوا ان هذاك القميص راه موجود ومنقوش ومرصع في القلوب ديالنا وفي الوجدان ديالنا، لو كان كاع ما حجزوا حتى شي حاجه، كان خصهم يحجزونا حنايا. اذن كما نقولوا كان واحد القميص مكتوب في كتاب رب الانام، واحد القميص ذا الصيد ديالو بين الانام، وهو قميص النهضه. صراحه شوف، المكتب يعني المكتب ديال لوسما، الناس ديال لوسما كانوا معنا، يعني ما عندهمش مشكل معنا. هما واحد كلمه مباشره، هما مغلوبين على امرهم، ما نمشيش بعيد، المهم مغلوبين على امرهم. انا هادشي اللي كنقول لك. الناس يعني تهلاو فينا، حنا كنا تما حتى هنا عندنا علاقه معهم. Des compétitions interclubs, l'USM Alger est qualifié pour la finale sur tapis vert en attendant que cette décision soit officialisée par l'instance de football africain dans les jours qui viennent. La Fédération algérienne de football doit prendre les mesures nécessaires. إذا متابعينا الكرام، كما سمعتم، نظام حضارة الجزائر فقد عقله بكل ما تحمل الكلمة من معنى. الفيديو اللي شفته قبل قليل هو من الإذاعة الرسمية الجزائرية، وكما نعلم يوم أمس بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة من المباراة ديال الإياب، فريق نهضة بركان تأهل إلى المباراة النهائية ضد فريق الزمالك المصري لكأس الكونفدرالية الإفريقية. العالم كله سيق بالأخبار، الاتحاد الإفريقي صدق على الأمر، وعلى ما أظن أن الموضوع موجود حتى في الموقع الرسمي ديال الكاف. مساخة الوالدين كما سمعتم في الإذاعة الرسمية قال لك لا، اتحاد العاصمة الجزائري هو اللي تأهل للمباراة النهائية. كيفاش داروا ليها الله أعلم. واش عايشين معنا في هذا الكوكب؟ واش عايشين في شي كوكب آخر، في شي عالم آخر، عالم موازي بعيدا على الواقع اللي كنعرفوا حنا؟ واش خرجوا شي قانون ديالهم بوحدهم كيطبقوه غا هما مع راسهم، يا إما عملية الاستحمار مستمرة على البوصباعي؟ لأن ما يمكنش هذه حالة الجنون وحالة الاستغباء اللي وصل لها الإعلام الجزائري. كيفاش الكاف صادقت رسميا على فوز فريق نهضة بركان 6-0، وانتم كتقولوا بان الاتحاد العاصمه ولي تاهل وما لعب حتى شي مباراه، واتحاد العاصمه والاتحاد الجزائري هو اللي خلق هذه المشاكل، والان ينتظر ان تسلط عليهم عقوبات كبيره جدا. فين عايشين هاد الناس؟ اش هاد المصيبه الكحله؟ اش هاد التبهديل؟ اش هاد الشوهه؟
كتكذبوا في وضح النهار، كذبكم في وضح النهار. دابا حنا غادي نكذبوا الكاف الاتحاد الافريقي لكرة القدم، واش غادي نصدقوا الاذاعه الرسميه الجزائريه؟ ولا الاخبار ديالكم عباره عن متمنيات وعباره عن احلام؟ انا اللي كنعرف ان النشرات الاخباريه كتقدم الاخبار الواقعيه اللي هي موجوده على الارض الواقع، ما كتختلقش الاخبار من العقول ديالهم ولا من انفسهم. كيفاش اتحاد العاصمه ولي تاهل؟ مين جبتوا هذه؟ كي درتوا ليها؟ واش صاوبتوا شي كاف ديالكم بوحدكم؟ صاوبتوا شي اتحاد افريقي ديالكم بوحدكم؟ خبرونا. اختلقتوا قوانين ديالكم بوحدكم؟ خبرونا. حنا اللي عارفين بان الكاف صادقت على الفوز ديال نهضه بركان، وهذا ان دل على شيء مجددا فهو يدل على مدى اليأس والبؤس والانحطاط والفشل اللي وصل له نظام حضارة الجزائر. كذلك عملية الاستحمار التي تطبق على البوصباعي، على داكشي البوصباعي كتلقى العقل ديالو فارغ تماما. علاش؟ لأنه من السهل خداعه، ومن السهل الكذب عليه، ومن السهل كيف ما كنقولوا انا حنايا في المغرب يسرحوه. نظام حضارة الجزائر كيسرح البوصباعي بمثل هذه الأكاذيب. فالعالم كله شاف الفضيحة ديال اليوم أمس، شاف التبهديله ديال اليوم امس وديال مباراه الاياب، مباراه الذهاب عفوا، اللي كانت في حضارات الجزائر. العالم كامل شاف الفضيحه ديال احتجاز اللاعبين واحتجاز الاقمصه ديالهم المصادق عليها رسميا، والكاف صادقت على انتصار ديال فريق نهضه بركان في المباراه ديال الاياب 3-0. المباراه ديال اليوم امس كذلك هما اللي انسحبوا من المباراه، كلشي كان واجد، الحكام نزلوا، كلشي نزل، هما اللي انسحبوا، بمعنى هما اللي خاسرين 3-0. كتجي القناه الرسميه الجزائريه كتقول لك لا سيدي، ضاربين هذه الوقائع وهذه المصادقه على القوانين والمصادقه الرسميه ديال الكاف كلها في عرض الحائط، وكيقولوا البوصباعي بان اتحاد العاصمه الجزائري هو اللي تاهل للمباراه النهائيه. وغادي نرجعوا عاوتاني اللي هذاك الديسك ديال الماتش يتعاود والكواليس، وعندي معطيات، وغادي يخرج هذاك المشاكره يقول لهم نحن قوه ضاربه وغادي نقطعوا لهم الغاز باش يعاودوا لنا الماتش. نفس السنتة غادي تتعاود، نفس الاستحمار غادي يتعاود، نفس الخزعبلات غادي تتعاود. والبوصباعي ديما مسروح. البوصباعي اللي كان كيستنى باش ان الماتش ديال كاس العالم يتعاود، الماتش ديال الكاميرون، الناس وصلوا للمباراه النهائيه ولا النصف النهائي ديال كاس العالم وهم مازال كيقولوا، مازال عندهم الامل انهم يرجعوا للمونديال ديال قطر. الناس خدات كاس العالم ومازال عندهم الامل ان الماتش يتعاود. دابا نفس المساله غادي توقع هنا، غادي تلعب المباراه النهائيه ما بين نهضه بركان والزمالك المصري. اللي غادي يغلب غادي يغلب، اللي غادي ينتصر غادي ينتصر، اللي غادي يتوج بكاس افريقيا، الكاس الكونفدراليه الافريقيه غادي يتوج بها. وهادو مازال كيستناو الماتش يتعاود. دوز عام دوز عامين ومازال كيستناو الماتش يتعاود. معطيات حصريه، الفاف، وليد الصادي مشى عند انفانتينو، الدعوه عند الطاس، ما عرفت شنو. هكا كيسرحوا البوصباعي، والبوصباعي مسروح. الطائفه الكبرى يعني الكبيره من البوصباعيين مسروحين بهذا النوع من الاكاذيب. بالله عليكم واش هذا اعلام؟ هذا من المفترض الاعلام الرسمي. الاعلام الرسمي كيكذب في وضح النهار. وإلا مساله واضحه للعالم كامل عارف بان نهضه بركان هي اللي تاهلات، من غير الا كنتي حمار سمحوا لي على هذا المصطلح، من غير الا كنتي اعمى عاد غادي تقول لا نهضه بركان ما تاهلوش. وسط كل هذه الامور كتجي الاذاعه الرسميه الجزائريه في وضح النهار وكتقول لك لا اتحاد العاصمه هو اللي تاهل. كي درتوا ليها يا مساخط الوالدين. يعني كارثه ومهزله بكل ما تحمل الكلمه من معنى. وكما قلت لكم الطائفه الكبرى من البوصباعيين يصدقون، وغدا يخرجوا ولا اليوم يخرجوا علينا في مواقع التواصل الاجتماعي اتحاد العاصمه هو اللي تاهل. الكولسه، الجولسه، الوليد الصادي انتصر في الكواليس، الدعوه عند الطاس، ما عرفت شنو، الهضره الخاويه، بلا 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 بلا. بقاو تابعين غا الماتش يتعاود. وهادشي كامل مجددا باش ينسيو البوصباعي في المشاكل الداخليه اللي في حضاره الجزائر. المشاكل ديال الانتخابات اللي هي جايه، المشاكل ديال الطوابير والمواد الغذائيه، الاقتتال الداخلي والروينه الكحله الزحله اللي كاين في حضاره الجزائر. دابا داروا لهم هذه الاسطوانه ديال اتحاد العاصمه باش ينسيهم كذلك في المصائب الداخليه اللي عندهم، خصوصا الاقتتال ما بين اجنحه الحكم ديال نظام حضاره الجزائر على الانتخابات المقبله. هذه هي الحضيره،
على داكشي كنسميوه حنا بالحضاره. حتى شي حاجه ما فيها ما مفهوم، حتى شي حاجه فيها ما منطقي، حتى شي حاجه فيها ما يستوعبوا راسك. كارثه بكل ما تحمل كلمه من معنى. ديما كنقلب على شي حاجه فيها المنطق في حضاره الجزائر، مستحيل تلقاها، مستحيل تلقى شي حاجه فيها المنطق. هادشي اللي كاين متابعينا الكرام. بطبيعه الحال خليهم هما مسروحين في الاحلام ديالهم. نحن نعلم جيدا على ان فريق نهضه بركان هو تاهل للمباراه النهائيه، وبطبيعه الحال نتمنى التوفيق لفريق نهضه بركان، ان شاء الله يكون هو المتوج بالكاس، كاس الكونفدراليه الافريقيه. وطبيعه الحال فاش غادي نتوجوا ان شاء الله حنا بالكاس، الاخرين غادي يكونوا مازال مسروحين في الماتش يتعاود، وقاسامه والجزء الثاني ديال قاسامه والمشاكله غادي يسرحوا حتى هو، ومعطيات حصريه وما عرفت شنو، ونقطعوا الغاز ونقطعوا الزمار الكحل باش الماتش يتعاود. ايش هادشي على ود الخريطه. شوف الخريطه راه رسموها المغاربه حتى في ريوسهم. شوف شتيها غير جبدتو نحل عليكم وصافي. الخريطه كانت راكده بخير، هي دابا منتشره في العالم كامل، وراه حتى في الجاليه المغربيه تحياتي لهم حتى هما ما نساوهمش، لانه حتى هما تيمثلونا. ملي تنقول الجاليه المغربيه راه تيمثلونا صاحبي. تما تلقى واحد لابس لي كتوني ديال بركان، كاين اللي كيمشي تمايا تيصحح بعد الخريطه تيلقاها شي حيتاش كاينين الناس اللي ما عارف بنادم ما عارفش. مثلا انت الا قلنا لك شي دوله في شي بلاصه وسميتو ما تعرفش، فهمتيني. هاد الجاليه راه تحياتي لهم. بحال مثلا بحال هاد الدري هذا، شوف معاه نشوفوا هاد الدري وندوزو المغربي اللي قلت لكم تكلم على هاد الهضره ديما تنقولها. شوف مثلا هاد الدري هذا لقى الخريطه ما كاملاش كملها. اذا هاد الجاليه ماشي تنجيو تنقولوا الجاليه المغربيه، يلعبوا الدور حتى هما. تحياتي لهم. وانا اتصفح الخريطه مواطن وتبان لي المملكه المغربيه، بصح بني كلبون قلعوا لها الصحراء نتاعنا، قلعوها لها. ارانا انايا قلت لها واش عندك بلومه، عطاتني ستيلو، انا غادي ندير هنايا المغرب كامل. المغرب غادي يكون كامل، ما تقلعوا لنا بها والو، حبه نتاع الرمله لا مواطن، فاهمني كيفاش. والمغرب غادي يكون المغرب كامل، المغرب ما فيش الصحراء مقلوعه ولا والو. المغرب يكون المغرب كامل. تحيا البلاد وفي البلاد. وانا اكدت لها على السعيديه، قلت لها السعيديه راها مليحه، والسعيديه قلت لها تضربي الحرشه وديري يديروا لك الحنه في الرمله. قلت لها حاجه طري بها مواطن. هي ولات المملكه المغربيه كامله من طنجه حتى القويره. بغيت ندخل لموريتانيا، زعما نديو حتى موريتانيا ونديو كل شيء، فهمتني مواطن. بغيت تقول لي واش بغيت لاكريمه ولا رقياش ولا حب الاوطاني من الايمان مواطن. انا شفت المنكر غيرته،